اهلا بحضراتكم وحلقه جديده وتحيا مصر. الحقيقه النهارده بنتناول في تحيا مصر وزاره التضامن الاجتماعي وما تقوم به من مشروعات باهدافها الثلاثه اللي بتعمل بيها على ارض الوطن لتحقيق العداله الاجتماعيه. الحقيقه يمكن المحاور اللي بتعمل عليها وزاره التضامن الاجتماعي هي الحمايه والرعايه والتنميه، وبتستخدم ده من خلال منظمات المجتمع المدني اللي بتعمل تحت ستار او تحت غطاء او مظله وزاره التضامن الاجتماعي. يمكن النهارده انا معايا من احدى هذه المنظمات الحقيقه يمكن اللي بتعمل تحت ستار او غطاء وزاره التضامن الاجتماعي، وبتتكلم في حاجه جميله جدا. عملوا عدد من المبادرات، عملوا عدد من المشروعات لخدمه المجتمع بخدمه هدف التنميه، وعجله التنميه تدور بمثل هؤلاء العظماء في مجال العمل المجتمعي والبناء. اسمحوا لي ارحب بضيفي الدكتور محمد عبد الفتاح مصطفى، رئيس الاتحاد العربي للتعليم والبحث العلمي. اهلا بيك يا فندم. اهلا بحضرتك يا فندم، واهلا بكل الساده المشاهدين، وتحيا مصر. تحيا مصر حقيقي. دكتور محمد، انا يمكن الاتحاد العربي للتعليم والبحث العلمي ليه اهتمامات معينه. انشئ امتى؟ وهو تحت مظله طبعا وزاره التضامن الاجتماعي، وبيعمل ايه؟ وايه اهم المبادرات او المبادره اللي هو بصدد التعامل معها او اطلاقها؟ هو الاتحاد العربي للتعليم والبحث العلمي دي احد مؤسسات المجتمع المدني. انشئ سنه 2014 باربع اهداف اساسيه. كان الهدف الاولاني هو دعم العمليه التعليميه او الارتقاء بمستوى التعليم من خلال مداخله السته، اللي هو المعلم والمتعلم والمحتوى التعليمي ومكان التعلم والبيئه الداخليه والبيئه الخارجيه. واحنا مشينا شوط كبير من خلال اعضاء الاتحاد، وانا شرفت ان انا كنت عضو في الخطه الاستراتيجيه 14-30 في تطوير التعليم، وكان ادلينا بدلونا وقدمنا حاجات كتيره من خلال المتخصصين الموجودين معانا في الاتحاد، لان اغلب اعضاء الاتحاد من ضمن اساتذه الجامعات والمتخصصين وذوي الخبرات. المحور الثاني للاتحاد هو الاستخدام التطبيقي الفعلي للابحاث العلميه التامه القابله للتطبيق، واحنا يمكن استخدمنا هذا الموضوع في استخدام العديد من دراسات الدكتوراه والماجستير والابحاث العلميه كانت موجوده. فتدخلنا في موضوع القمح متحمل الملوحه مع المجلس العربي الافريقي للشراكه للزراعه والشراكه من اجل التنميه. وتدخلنا في اكثر من حاجه زي دي، في انتاج نبات الكينوا، في تطوير بعض الاسمده، في تطوير بعض المنتجات الغذائيه، في تطوير الاعلاف. فتدخلنا في اكثر من حاجه. احنا يعني دورنا كان هو ان احنا بنقدم فقط مثل دراسات جدوى او نصائح او دراسات للي هيستخدموا هذه الابحاث، او احنا تقدر تعتبرنا نقطه ربط ما بين الباحثين والاساتذه الجامعات واصحاب الدراسات العليا القابله للتطبيق، اللي اخذت موافقات واخذوا بها دراسات بنقدمها لاصحاب المصانع واصحاب الشركات ورجال الاعمال المهتمين. واعتقد ده دور مهم جدا، وان شاء الله احنا بنعمل عليه جاهدين في الفتره اللي جايه ده، ان احنا نستخدم ابحاث، لان احنا عندنا باحثين. يعني مش عايز اقول لحضرتك انا بفخر ان انا مصري ولدينا باحثين مصريين قادرين على تقديم حلول لاكثر المشاكل الموجوده او اكثر الاشياء اللي احنا متوقعين ان احنا تساعد دفع عجله الاقتصاد الى التقدم. المحور الثالث هو رعايه الموهوبين والمخترعين، اكتشاف ورعايه الموهوبين والمخترعين. واحنا برضو في هذا الصدد. يعني مش عايز اقول لحضرتك احنا عندنا حاجه مش عايز اعلن عنها دلوقتي، بس هي باختصار شديد ستوفر في موضوع التحاليل الطبيه. حضرتك عارف جهاز السكر الصغير كده؟ احنا عندنا احد الباحثين بدل ما تحط تيب صغير كده بيطلع لك نتيجه سكر، هو بيستعيد عن التيب او الشريط الصغير ده بشريط مدور، بيحط عليه نقطه دم، بيطلع لغايه 30 تحليل في نفس الوقت، وظائف كلى وظائف كبد والى اخره، عن طريق جهاز صغير وممكن يستخدمه على الموبايل. وخد براءه وده اختراعه. خد براءه اختراعه ومسجله، وده احد اعضاء الاتحاد الصغيرين قوي كده. هو معيد في كليه النانو تكنولوجي. وفي كتير من الحاجات دي. في احد الابناء بتوعنا برضه اخترع جهاز بيولد كهرباء، طاقه كهربائيه كبيره جدا جدا عن طريق القصور الذاتي والمغناطه والحاجات دي. بس هو في نقطه واقفه معاها دلوقتي صغيره كده، مدى تاثير المغناطيسيه على الهيومن سورس او العنصر البشري. لا، في مجموعه باحثين مصريين، ويمكن يعني اللي دفعهم للتقدم ودفعهم لتقديم خبراتهم والاستفاده منها الدفعه من القياده السياسيه وفخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي، اللي اهتم بالمبتكرين واهتم بالابتكارات واهتم بالموهوبين في الفتره اللي فاتت دي. دي خلت حتى الطيور المهاجره المخترعين اللي كانوا عايشين بره مصر ابتدوا يرجعوا، لان فرصتهم اصبحت موجوده واصبحوا قادرين على تقديم ما لديهم
للاستفاده به وتحقيق استفاده وتعظيمهم وتعظيم القيمه المضافه منهم. ودي يمكن يعني كنا نفتقدها في الفتره اللي فاتت. برضو زياده المخصصات الماديه وان كانت غير كافيه، ولكن فعلا يعني اهتم بها فخامه الرئيس جدا وقدم مخصصات ماديه زياده للباحثين والمعامل البحثيه، واهتم بانشاء الجامعات التكنولوجيه والمدارس التكنولوجيه والمدارس المتقدمه، لان ده هو ده مستقبل الامه في الفتره اللي جايه يعني. مم. العنصر الرابع وهو الأخير وهو رعاية الناشئ الصغير في اكتشاف موهبته. دي يعني تعتبر ضمن المحور الثالث، ولكن احنا عملناها محور لوحدها، وهي اكتشاف ورعاية الموهوبين في المدارس. مم. ودي احنا تلاقينا تأييد جامد جدا من وزارة التضامن ومن كل الوزارات. بصراحة الحكومة كلها بتدعم في هذا الاتجاه مم. وبتساعد على الاهتمام بالشباب والاهتمام بالمخترعين، لأن فعلا هو يعني البحث العلمي والاختراع هو اللي جعل الدول الأجنبية أو الدول الغربية هي لا تتقدم. احنا لدينا من الامكانيات الماديه والطبيعيه اللي ربنا سبحانه وتعالى حبى بها مصر ما تؤهلنا ان نقود العالم. بينقصنا ان احنا نستثمر العنصر البشري الموجود عندنا. مم. الفرصه ما كانتش متاحه خلال الفتره اللي فاتت لهؤلاء المبتكرين والمخترعين لاستثمار هذه الموارد الطبيعيه. طبعا يعني بقصد ان الدول الاوروبيه او الدول الاجنبيه لو احنا قدرنا نستثمر امكانيات ابنائنا والامكانيات الطبيعيه اللي موجوده في مصر، سواء كان موقعها الجغرافي او كانت امكانياتها الموجوده جواها، لا احنا مصر هتبقى يعني من الدول المتقدمه. وكما قال فخامه الرئيس احنا كلنا امل مصر قد الدنيا وهتبقى قد الدنيا. تمام. سمعت عن مبادرة تأهل لتعمل. دي مبادره احنا كلمني عن هذه المبادرة، ومين اللي فكر فيها، آه. وايه المتوقع في آليات عملها والمردود عليها. اقول لحضرتك انا لو قلت لك انا اللي فكرت فيها طبعا يبقى ده نوع من التحيز ليها، ولكن احنا كلنا كاعضاء اتحاد وكل الموجودين في اعضاء الاتحاد نعمل جاهدين بامانه وبصدق ان احنا نقدر نقدم اولادنا ونقدم خبراتنا في طبق من ذهب للقياده السياسيه اللي فعلا هي بتستوعب كل ده عشان نرتقي بمستوى الاداء وندفع بالعجله الاقتصاد في مصر. الفكره كانت بدات كالاتي: ان في طلب كبير على العنصر البشري في مستوى العمالة البشرية من مصر إلى دول غربية. يعني أنا كنت في السويد والنرويج والدول الاسكندنافية في 2019، هم بيطلبوا العنصر البشري وخاصة في بعض الوظائف التكنولوجية الصغيرة اللي بتعمل على الآلات وبمرتبات عالية. طب هم محتاجين إيه؟ محتاجين تأهيل بسيط خالص، إزاي كيفية الآلة، إزاي التعامل مع الأشخاص نفسهم، إزاي يتعرفوا على البلاد اللي هم رايحين لها. فإحنا فكرنا في هذه الفكرة. طبعا ده كان يعني سبقنا ليها القيادة السياسية لما عمل المدارس التكنولوجيه والتاهيل التكنولوجي للمدارس التكنولوجيه وغيرها من المدارس اللي بتهتم بالتكنولوجيا. فاحنا عندنا مجموعه من الخريجين، خريجين دبلومات صناعي، خريجين دبلومات تجاره، خريجين اللي هو التعليم المتوسط او اللي ما كملوش تعليمهم لغايه المرحله الاعداديه. دول ممكن ناخدهم ونأهلهم تأهيلا جيدا من اجل العمل في سوق العمل المفتوح وهو المطلوب. يعني احنا مش عايزين نفرض خريج على سوق عمل، لا، سوق العمل عايز مننا ايه ونأهل هذا الخريج ليه. ودي فكرة تأهل لتعمل. إلى أي مدى أثر الذكاء الصناعي مؤخرا على سوق العمل بشكل أو بآخر؟ مما لا شك فيه ان اكثر من 30 مليون وظيفه سوف تفقد. طبعا دي يعني ما هياش صدمه للعالم، ولكن الناس كلها عارفه ده سوف تفقد خلال الفتره اللي جايه من خلال الذكاء الاصطناعي. النهارده الريبوت والذكاء الاصطناعي ابتدى يحتل مكان العنصر البشري بطريقه شرسه، بطريقه يعني هو يعني احنا وصلنا لمرحله ان الذكاء الاصطناعي بيعزق، بيزرع، بيبيض، بيبني، بيعمل تقريبا حاجات كتير من اللي بيعملها العنصر البشري. طب ايه الحل قدامنا؟ احنا هنقف مكتوفي الايدي قطعا؟ لا، لابد ان احنا نتدرب على حاجتين. الحاجه الاولانيه كيفيه عمل الريبوت والتدخل مع الدول الكبرى، ولا نترك لهم الفرصه انهم يعني يتوحشوا او يتوغلوا في هذا العلم لوحدهم. لا، احنا عندنا ابتدى الطلاب بتوعنا وابتدت الجامعات بتاعتنا يدخلوا في مجال الذكاء الاصطناعي، وعندنا فعلا انتجوا ريبوتات يعني قادره على المنافسه، ولكن الى حد مش كبير قوي، ولكن لا، موجود عندنا علماء وقادرين على المنافسه في الفتره اللي جايه دي علشان نقدر يعني نحتوي العجز اللي هيتم في العنصر البشري عشان يبقى لينا وجود. الحاجه الثانيه يعني اما تصنيع او كيفيه استخدام الريبوت او التعامل معه. يبقى الحاجتين دول يعني لو احنا قدرنا نسلك هذا الطريق، وانا شايف اتجاه وزاره التعليم العالي ووزاره التربيه والتعليم في هذا الاتجاه. ابتدت تغيير بعض المناهج. من الدكتور طارق شوقي قبل ما يسيب الوزاره كان حط منهج ممكن كان ليه فكر، انا بحترمه يعني الراجل ده يعني برغم ان هو ساب الوزاره عالم من علماء ولكن الوزراء الحقيقة. بكن له كل احترام وتقدير. حط الفكر بتاع تطوير التعليم من الحفظ والتلقين الى الفكر والتفكير والبحث اللي هو نظام الR&D ريسيرش اند ديفلوبمنت، البحث والتطوير. وابتدى يحط الطلاب على البعد عن
عن الحفظ والتلقين كان قبل كده، اللي ما يصلحش لا لدلوقتي ولا للمستقبل، وحطهم على التعامل مع التابلت، التعامل مع بنك المعرفة المصري، التعامل مع البنوك المعرفية الموجودة على مستوى العالم، والمكتبات الذكية وغيرها، مما يوسع مدارك هؤلاء الأطفال ويخليهم يفكروا كويس. وده كان طبعا يعني ليه دور كبير قوي من دعم القياده السياسيه ليه. طبعا يعني الوزير هو بيتبع الحكومه، والحكومه بتتبع القياده السياسيه، فهذا الدعم هو اللي ساعده انه يعمل كل ده. وكم كنت اتمنى ان الدكتور طارق يعني يتم السير على خطاه. انا شايف الدكتور محمد عبد اللطيف وزير التربيه والتعليم الحالي بصراحه برضه يعني ليه افكار جيده و ليه فكر جميل، وان شاء الله يعني مستنيين منه الكثير في الفتره اللي جايه دي. دكتور محمد، في آليات التعليم والبحث العلمي، مين اللي بيحدد في وضع المناهج ان المادة دي الجزئية دي تتحفظ والجزئية دي تترك للبحث على محركات البحث والكتب والمراجع الموجودة في المكتبات؟ يعني احنا بنحفظ ليه إذا كانت كل حاجة احنا قادرين على ان احنا بضغطة زر واحدة ممكن نستدعيها؟ بص حضرتك، عمليه تحفظ او ما تحفظش دي، ده اولا وضع المناهج التعليميه ده بيتم عن طريق لجنه اسمها لجنه تخطيط ووضع المناهج. هذا التخطيط ووضع المناهج بيتم بناء على احتياجات سوق العمل، لانه التعليم ليس هدف من اجل ذاته، ولكن هو التعليم هدفه هو خريج مخرج تعليمي جيد قادر على إدارة العملية التعليمية، وقادر على إدارة ما يتطلب منه في الفترة القادمة، سواء كان في مجال القيادة، أو سواء كان في مجال العمل الخدمي، سواء كان في مجال التعامل مع الآلة. كل ده بيهيئ ليه الطفل من ساعة ما بيدخل في الأول. فبالتالي الواضع المناهج بيحط هذه المناهج طبقا لهذه الاستراتيجيات اللي بعد 14 سنة الطفل اللي هو دخل كي جي 1 النهارده، بعد 14 سنه هيكون خلص ثانويه عامه، يخش الجامعه التي تتناسب مع احتياجات مخرج تعليمي للسوق المحلي والعالمي. دكتور محمد عبد الفتاح، انا بسعد جدا بلقائك، وليا اسئله كتير الحقيقه بسالك تحت عليها، حضرتك ومعاك، لكن اسمح لي نطلع فاصل سريع ونرجع عشان نكمل كلامنا حوارنا الشيق ده. بعد اذن حضرتك اتفضل. بيتواصل لقاءنا مع دكتور محمد عبد الفتاح مصطفى، رئيس الاتحاد العربي للتعليم والبحث العلمي التابع لوزارة التضامن الاجتماعي. كنا بنتكلم قبل الفاصل عن مبادرة مزمع إطلاقها إن شاء الله في القريب العاجل، هي مبادرة تأهل لتعمل. والسؤال دلوقتي اللي هسأله ليه، ما هي آليات هذه المبادرة؟ أهلا بيك يا فندم. أهلا بحضرتك يا فندم، وأهلا بالسادة المشاهدين مرة ثانية. المبادرة فكرتها زي ما قلت لحضرتك دايما وأبدا، يعني إن أي حاجة بتقدم من خلال البحث العلمي أو تعريف البحث العلمي بصفة عامة. البحث العلمي هو يا إما حل مشكلة قائمة، يا إما حل مشكلة متوقعة. ده باختصار شديد. المشكلة القائمة اللي عندنا حاليا إن فيه
بعض النقص في الموارد الأجنبية من النقد الأجنبي، في بعض العمالة غير العاملة أو بعض البطالة زي ما بيقولوا يعني. ليه؟ بسبب عدم تأهيل هذه العمالة، وخاصة من خريجي الدبلومات المتوسطة أو الغير مكملين لتعليمهم اللي هم لغاية ومؤهلات مرحلة عليا إعدادية. والله برضو. وفي بعض المؤهلات العليا، اه. احنا يعني دي الحاجة. الحاجة الثانية ان الدافع الثاني للمبادرة اللي احنا خلانا فكرنا فيها، ان في طلب على العنصر البشري المصري من الدول الأوروبية، سواء كانت في إيطاليا أو في الدول الإسكندنافية أو في غيرها، بيطلبوا العمالة المصرية. طيب احنا عشان نقدر نوائم ما بين دي وما بين دي، احنا محتاجين نؤهل هؤلاء الشباب ونقدمهم كتصدير عمالة. ودي من ضمن الاقتصاديات اللي بتدفع بعض الامم للتقدم. يعني عندك الهند مثلا على سبيل المثال من اكبر الدول المتقدمه في مجال التكنولوجيا الاي تي. دخل الهند من الاي تي بيعادل 1.6 دخل الدول العربيه كلها من النفط. فده هو اشتغل على العنصر البشري الموجود عنده، واعتبر ان العنصر البشري دي قوه اضافه مش قوه سحب. فبالتالي لو اهلت العنصر البشري اللي عندي، هصدر عماله مؤهله قادرة على تمثيل جيد لمصر في الدول اللي هي طالبة هذه العمالة. هذه العمالة لما بتعمل بتاخد مرتبات أو تاخد أجور، فبترسل هذه الأجور أو المرتبات إلى مصر. ده يعتبر من ضمن تحويلات المصريين للخارج، من الخارج، وده يمثل جزء كبير من الموازنة المصرية. مين المرجعية؟ يعني أنا لما أهل عامل أو أيا كان اللي أنا بأهله للعمل في الخارج، مين المرجعية؟ مين اللي أقدر أعاتبه على كلام؟ مين أقدر أرجع له في حالة القصور في إنه ما أتمش وظيفته على أكمل وجه؟ أقدر أرجع مين الكركة القابضة أو الكيان القابض بالنسبة للتعامل مع المصريين في الخارج في خريجي برنامج أو مبادرة تأهل لتعمل؟ لا حضرتك تعالى بس نقسمها يعني كذا جزئيه كده. مبادره تأهل لتعمل دي احدى مبادرات مؤسسات المجتمع المدني الممثله في العربي للتعليم والبحث العلمي. الياتها هتتم ازاي؟ ان احنا هنعلن الاول يعني هنكتمل بالبرامج. احنا عملنا اتصالات مع جامعه في ماليزيا، ونائب رئيس الجامعه موجود مصري، هو موجود معانا هنا في مصر حاليا، واتفقت معاه انه هيجيب لنا بعض المناهج لقياده لتعليم هؤلاء الطلاب التعامل مع الالات، او تعليمهم المناهج او الحرف اللي هم محتاجين يشتغلوا بيها بره. واتفقنا هم يعملوا لنا برنامج سيموليشن. الناس يعني حد محترم جدا ومتفاهم معايا قوي يعني. بعد كده هنعرض هذا الموضوع على مجلس اداره الاتحاد. بعد ما وصلنا لمجلس اداره الاتحاد والمجموعه اللي موجوده معاه والاساتذه، وقررنا هنعمل ايه كذا كذا كذا، نعرض هذا الموضوع على وزاره التضامن عشان ناخد منها الموافقه، او نعرض هذا الموضوع على متخذ القرار بالموافقه على هذا الموضوع. لان في نقطه بتبقى ابعد مننا دايما وابدا حضرتك، رؤيه اي شخص بتختلف في حالتين: تغير موقعه او تغير امكانياته. انا موقعي من خلال موقعي اللي انا شايفه حاليا، ان انا شايف في بعض الناس عايزه تتدرب عشان اصدرها كعماله بره. طيب سفرهم بره، ضمانهم، حياتهم بره، التعامل مع الوزارات الخارجيه، دي اكبر مع من المجتمعات حجمنا. بتاعتهم. ده اكبر من حجمنا، ده لازم يكون الدوله. فلذلك احنا بنعمل تماما تحت مظله الدوله. يعني هذه المبادره بمجرد ما اكتملت الصوره الذهنيه بتاعتها، سيتم عملها في صوره يعني مجموعه ورق كده معروضه، تعرض على الجهات المعنيه، واولها وزاره التضامن، وهم ما بيتاخروش في اي حاجه خالص في اي مبادرات. ده الموضوع كبير. فين مكان التاهيل؟ قاعات المحاضرات وقاعات التاهيل والماكينات والشغل العملي حضرتك والسكاشن. مصر موجوده فيها. انا كان قابلت السيد رئيس هيئه الكفايه الانتاجيه. عندنا فعلا اكتر من 60 معمل للكفايه الانتاجيه، فيها معدات وفيها اجهزه محتاجه ان حد بس يشتغل عليها. هم فعلا شغالين كويس، ولكن لما تشتغل بهدف غير لما تيجي تشتغل من غير هدف. المبادره دي هتخلي كل الجهات تشتغل من خلالها لتؤهل حد بيعمل. انت بتجيب واحد بتقول له انت تعالى اشتغل عشان هتعمل، تعالى اتعلم او اتدرب عشان انت هتعمل، وهتاخد راتب يزيد عن 2000 يورو في الشهر. هتاخد رقم مش وحش يعني. طبعا رقم هيشتغل بضمير جدا. فبالتالي هاجي اتعلم ويبقى في يعني سقوط ونجاح وحاجات زي كده. اللي هيباص ونشوف ان هو مؤهل نفسيا ومؤهل اجتماعيا ومؤهل من كل الاتجاهات، يقدر يتعامل مع العنصر البشري اللي هو رايح له هناك. يعني انا مره كنت في روسيا من حوالي سنه 2019، وكان معانا اعضاء مجلس نواب وغيرهم يعني، وكنا رايحين في مؤتمر خاص طبعا التعليم وعلاقته بالرياضه والحاجات اللي زي دي. فاحنا ماشيين عدينا شارع، وكلنا طبعا حضرتك يعني ناس كبار مش صغيرين، عدينا شارع عدينا بعيد عن الخط الابيض. يعني بالرغم ان هو شارع ضيق يعني، تلاقينا في حد جاي وقفنا والباسبورات بتاعتكم مش عارف ايه وحاجه. لو لما تفهم الموضوع كان ممكن تبقى مشكله. لما لو احنا رحنا من قبل ما نسافر من هنا، كان تم تاهيلنا
ان التعامل ازاي، وده اللي احنا بنحاول نعمله دلوقتي. يعني لو ثقافه المجتمع وقوانين المجتمع اللي هي انت موجوده هناك اللي انت رايح له، أيوه. دي مش هي ثقافه المجتمع المصري. لذلك برضه انا كان ليا اقتراح زمان، بس هو كان يعني بعيد المنال، كان عرضته في الاتحاد العربي للتدريب، انا الامين العام للاتحاد العربي للتدريب مجلس الوحده الاقتصاديه العربيه. كان عرضت هذا الموضوع اني عايز برضه اللي اي حد سافر من مصر بره يشتغل في دوله عربيه او في اي دوله تانية وهو مسافر، لان ده يعتبر سفير لمصر، لابد انه ياخد فكره كويسه قوي، اولا يؤهل للعمل اللي هو رايح ليه. ما ينفعش ابعت واحد يسافر واقول له انت روح يعني انت وربك فقاتلا، لا ما ينفعش، لابد هو رايح يشتغل ايه، عقده بكام، مين المسؤول عنه، ودي مهمه السفاره. واعتقد السفارات المصريه هناك بتقوم بهذا الدور، بس مش على الوجه الكامل، يعني هم هناك بيقبلوا على قد يعني على قد الامكانيات المتاح بالنسبه لهم، ولكن ده لو اتعمل هيفرق كتير قوي في العنصر البشري اللي رايح. انا باهله هو رايح يعمل ايه، مين المسؤول عنه، مرتبه كام، هيقبضه امتى، الحاجات دي كلها. وفي نفس الوقت ادي له جرعه تانية، اقول له ان البلد دي الشخص الكبير اسمه شيخ، والتاني اسمه امير، والتالت اسمه مش عارف ايه، العمله بتاعتها كذا، العمله دي تساوي كذا، اديله خلفيه كامله بشرط ان لما يروح يعرف هو بيتعامل ازاي. الالفاظ، بعض الالفاظ المختلفه عننا هنا برضه يتعلم، بعض المحليه، المصطلحات اللهجات المحليه يتعلمها عشان ما يقولش حاجه غلط. يعني مثلا على سبيل المثال شاي بلبن اللي هو الشاي الساده، الشاي الساده اسمه سليماني، ده في الامارات، فلا بد يعرف ايه. يعني لما اقول له شاي سليماني يجيبوا لي شاي بلبن، يجيبوا لي شاي ساده، لو قلت له شاي بلبن يجيبوا لي شاي ساده، لو قلت له لو قلت له شاي بلبن يجيبوا لي شاي ساده. فدي الفاظ يعني الناس كلها هناك في الامارات اسمها علي، لما تنادي على حد اسمه اللي ما تعرفوش تقول لي اسمه علي، اللي في السعوديه اللي ما تعرفوش تقول لي اسمه محمد، هكذا بعض الالفاظ اللي هي والله انا على فكره ما خدتش بالي من القياس ده قبل كده. يعني هنا مثلا في مصر لما تنادي على حد يا اخ، في السودان تقول له يا زول، يا زول صح؟ يا رجل. لازم هو رايح يشتغل في البلد دي فلازم ياخد بعض الاكسبريشنز او المصطلحات اللي تاهله ازاي يتعامل صح عشان ما يخطئش، لان انا في الاول والاخر ده مواطن مصري رايح علشان يؤدي عمل ويعود بدخل على فكره جميله جدا على فكره، يعني انا وبعيده حتى عن التاهيل المهني يعني او المهني، يعني ده من ضمن التاهيل المهني، في تاهيل نفسي، في التاهيل النفسي والمجتمعي لابد يروح وهو رايح من هنا ومرفوع الرقبه، مرفوع رقبته مرفوعه. انت مش رايح تعمل، انت رايح تؤدي عمل مقابل، يعني انت مش رايح تشتغل عندهم، لا انت رايح العمل اللي انت بتأديه هو بيدفع لك المقابل ده نظير العمل اللي انت بتأديه، فبالتالي انت لا تطأ رأسك لأحد، انت مصري ولك قيادة سياسية أعادت لمصر هيبتها. الله. يعني لابد هو رايح افهمه ده. مصر اولا لازم هو مسافر على بمناسبه العنوان اللي حضرتك حاطه، يبقى هو حاطط في دماغه مصر اولا. انا رايح حتى ورايح اعمل في بلد تاني، لان انا رايح اقدمه خبره وخدمه هي منقوصه عندهم مش موجوده عندهم، فبالتالي المبلغ اللي انا باخده او المقابل المرتب اللي انا باخده مقابل ان انا قدمت خدمه، مش رايح اشحت من حد. فبالتالي انا رايح وانا راسي مرفوعه، وفي نفس الوقت يبقى عارف ان انا ما اخطاش، لازم احافظ على القوانين. هم قوانينهم ازاي؟ لان اي حد داخل بلد لابد انه يحافظ على قوانين هذه البلد. دي من ضمن الحاجات اللي احنا هنعملها في المبادره، وهي التاهيل الكامل، تاهيل فني، تاهيل مهني، تاهيل اخلاقي، تاهيل نفسي، تاهيل لغوي انه برضه لو رايح بلد بيتكلم انجليزي مثلا يبقى لازم اهله قبل ما يسافر من هنا، لازم يتكلم انجليزي، المصطلحات على الاقل. ما ينفعش يروح في مكان ما يعرفش الناس تفهمه ازاي، لازم يروح وهو مسافر يبقى عارف ان هو شايل علم دوله وشايل اسم بلد محترمه، وحاطط في دماغه ان مصر اولا. فده يمكن دي فكره المبادره، وانا شايف يعني ترحاب كبير جدا من اعضاء الاتحاد، وترحاب كبير جدا من كل اللي بيعرض عليه الفكره نفسها، لان الفكره احنا يعني الهدف منها اولا واخيرا احنا مؤسسات مجتمع مدني لا نهدف الى ربح، الهدف بس يا فندم ده ما بيتعارضش مع وزاره القوى العامله في تحضير او تسفير بعض العاملين في الخارج، يعني في بعض الدول او الجهات لما بتعوز. احنا جزء، انا بقول لحضرتك في حاجه احنا عندها خط، الخط اللي بعدها هتبقى وزاره القوى العامله. انا بعد يعني وزاره القوى العامله احنا بنجيب اللي هو الكوتيشن او الطلب اللي هو مطلوب من بره، هم محتاجين 4000 عامل تعبئه مثلا. احنا بنجيب العمال دول ونحاول ان احنا ندربهم بطريقه بالتعاون مع الوزارات المعنيه، مع وزاره الكفايه الانتاجيه تبع هيئه الكفايه الانتاجيه تبع وزاره الزراعه. تمام. وزاره القوى العامله عندها مراكز تدريب، احنا بنتعاون مع كل الجهات دي. بعد ما اهلنا دول يا وزاره القوى العامله ان ادي الطلب للناس دي اهي، وانتوا تتعاملوا معاهم ازاي عن طريق وزاره الخارجيه ووزاره القوى العامله، كل الوزارات المعنيه تدخل في توصيل العامل بصاحب العمل. مسموح بتوجيه بتقديم الخدمه من اكتر من جهه، يعني من منظمات المجتمع المدني ووزارات الدوله المختلفه نفس الخدمه موجوده، ولا يفضل انها تحت ستاره او تحت امبريلا او تحت مظله حاجه واحده بس؟ انا عايز اوضح المسؤول عن ده. عايز اوضح لحضرتك حاجه. مؤسسات المجتمع المدني ليست مؤسسات اتخاذ قرار،
ولكن هي مؤسسات فاهم. دعم للحكومه. يبقى حينئذ الكل بيعمل تحت الحكومه. انا كمؤسسه مجتمع مدني لما اتكلم عن المساعده في تطوير التعليم، يبقى انا خاضع لوزاره التربيه والتعليم، اقدم وجهه نظري فقط من خلال وجهه النظر وزاره التربيه والتعليم، تاخذ بها او لا تاخذ به، هم رؤيتهم اكبر من رؤيتي. لما اتكلم في وزاره التضامن وتاهيل عاملين، بتكلم تبع وزاره القوى العامله، دي رؤيتنا احنا اللي هي المحدوده. يمكن انا دايما في اغلب لقاءاتي بقول حاجتين، عشان بعض الناس بتعلق تقول لك اصل فلان اخطا في كذا، فلان اخطا من كذا، دي وجهه نظرك، ولكن وجهه نظره هو كمتخذ قرار هو شايف حاجه انت مش شايفها. يمكن اللي انت وجهه نظرك شايفها 100% صح، هو شايف فوق كمتخذ قرار ان دي بتتعارض مع علاقات دوليه، دي اضعف الايمان هو متوفره له معلومات مش متوفره لينا. مش متوفره لينا احنا. بالتاكيد. فبالتالي يعني متخذ القرار لازم احنا نؤمن بالسلم الوظيفي وسلم اتخاذ القرار. انا يعني بضم صوتي لصوتك، المبادره التاهل اللي تعمل دي اتمنى ان يتم تعميمها وتكون برعايه رئاسيه او برعايه رئيس مجلس الوزراء، ويكون تحت كيان واحد، لان الحقيقه احنا عارفين وبيجي لنا الكلام ده ان في طلبات وفي جهات من بره بتطلب فعلا عماله بشكل او باخر، لان مش كلهم بيرجعوا لوزاره القوى العامله. مش كل الجهات بره والاماكن الموجوده بتخاطب وزاره القوى العامله المصريه لتوفير العماله، لكن في جهات اخرى بتخاطب جهات اخرى موجوده. احنا عاوزين نوحد ده يا فندم، ويكون في مستوى معين لتصدير العماله زي ما سيادتك قلت. بص يا احمد بيه، هي تقدم اي دوله ما هي الا رؤيه حكومه واراده شعب. بالظبط. رؤيه الحكومه، احنا بجد بجد احنا بنتمتع بفتره يمكن من افضل الفترات اللي مرت على مصر، ان مصر فعلا عادت لقوتها دي تاني. حقيقة. يمكن انا في بعض الحاجات لو بصيت على صفحتي كده، انا رسم صوره لفخامه الرئيس جنبه وكده وهو واقف، كنت حاططها على الصفحه بتاعتي وبقول الاسد ما حدش ياكل لقمته. دي حقيقه، احنا معانا قائد اسد. دي كلمه غاز على فكره، ودي كلمه العافي ما حدش ياخد لقمته. العافي ما حدش ياخد لقمته. فحضرتك دلوقتي احنا في فتره متاحه لينا البحث العلمي، متاح لينا التوظيف، متاح لينا العلاقات مع الاخرين، متاح لينا احترام الدول كلها بلا استثناء. يعني في اي مكان في العالم تروح تقول انا مصري، لك احترامك وتقديرك. حقيقة. طيب ليه ده؟ جه من ايه؟ جه من انت في حد حطك على السلم الصحيح، حد اعاد ليك كرامتك. يعني السيد الرئيس اعاد لمصر كرامتها واعاد للمصريين كرامتهم مره اخرى اللي كادت تنهار قبل 30 يونيو. انا سعيد جدا الحقيقه، اولا بحماس سيادتك ووطنيه سيادتك والفكر الجميل الراقي اللي بتقدمه للمجتمع. يعني تدفق الفكر والكلام اللي انت طول الحلقه لو لاحظت ساعتك انا ما بقطعكش، لان كلامك الحقيقه انت مرتب ومنمق وعارف بتقول ايه، وعاوز توصل الرساله بقوه شديده، والرساله فعلا بتساهم في دفع عجله التنميه لمصر. ومبادره تاهل اللي تعمل دي اتصور انها الحقيقه هتكون باذن الله مبادره رئاسيه قريبا، لانها هتكون على المستوى العام للدوله بكل كانت وزارات او مجتمع مدني كله يتعاون فيها. فعلا احنا محتاجين ده. بشكرك جدا يا فندم. انا بس عايز اضيف حاجه صغيره، عايز اضيف حاجه صغيره في الاخر كده. اتفضل. عايز اقول ان كل الناس اللي شغاله في مكانها كل واحد يؤمن ان الدنيا مش طويله قوي، ده قصيره قوي وبتخلص بسرعه، فلا بد يؤدي عمله ويحافظ على بلده، لان احنا مصر هي سقف الدول العربيه كلها. زي ما الشيخ زايد قال، الدول العربيه عباره عن بيت مجموعه من الغرف وسقف، ومصر سقف هذه الغرف. تحياتي يا دكتور، الف شكر. الدكتور محمد عبد الفتاح مصطفى، رئيس الاتحاد العربي للتعليم والبحث العلمي التابع لوزاره التضامن الاجتماعي، شرفتنا ونورتنا. شكرا لك، وبالتوفيق في كل المبادرات القادمه باذن الله رب العالمين. وفي الاخر اقول لك ايه؟ تحيا مصر. تحيا مصر. تحيا مصر. تحيا مصر. تحيا مصر لكل الجميع ان شاء الله، ومصر بلدنا وستكون قد الدنيا ان شاء الله. ربنا يحافظ على فخامتك. بشكرك جدا يا فندم. شكرا ان شاء الله. مشاهدينا، دي كانت اهم الملامح اللي دورنا بيها النهارده في حوارنا مع الدكتور محمد عبد الفتاح مصطفى، رئيس الاتحاد العربي للتعليم والبحث العلمي، وكانت مبادره تاهل لتعمل التابعه ايضا لهذا الاتحاد، وبالتاكيد هو تابع لوزاره التضامن الاجتماعي. فكر جميل ورجال بيعشقون الوطن. الحقيقه يمكن اتصور ان المستقبل هيكون قوي بفضل وجود مثل هؤلاء الاشخاص والوطنيون الموجودون في حياتنا ووسطنا. بشكركم على حسن المتابعة لتحيا مصر. أرجوكم دائما ابقوا معنا. شكرا لكم. كان معكم أحمد عبد العظيم.